السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ انا نهاد ودي قناتي. لو اول مرة بتشوفوني يا ريت تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة علشان اكبر بيكم وبينكم ان شاء الله. وما تنسوش سبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم مني جديد. ولو الفيديو شايفينه ان هو يستاهل يا ريت تحطوا لي لايك من فضلكم علشان الفيديو يعلى. زي ما انتم شايفين كده في اول الفيديو انا بعمل كشري. طبعا الكشري في البيت ليه طعم تاني وحاجة تانية خالص، وولادي طبعا بيحبوا ياكلوه من ايديا. اول حاجة كده خرطت البصل كده شرايح كده، قطعتها جوليان شرايح كده، ونزلت فيها بالزيت على معلقة ملح. معلقة الملح ديت بتخليه ما بي آه، يعني ما بيتحرقش. وخدت بقى من الزيت دهوت اللي احنا بنعمل بيه البصل ده، بقى هو اللي هعمل بيه كل الكشري. عملت الصلصه هنا وصفيتها زي ما انتم شايفين، وحطيت عليها معلقه توم وملح وبهرتها كده بالبهارات. وحطيت معلقه ملح ونزلت بالعدس بعد ما غسلته وقلبت كده تقليبه وشربته ميه. وده هنا البصل بتاعي هو اتلسع مني شويه بس كان حلو جدا جدا. ودي المكرونه بتاعتي بقى، انا بحبها اللي هي الخواتم ديت مع اللي هي الاسباجيتي. بسلقها هنا، وهنا بعمل الرز زي ما انتم شايفين بالشعرية. غسلت الرز وسبته يصفي، وعملت الشعرية برضو بمعلقة سمنة، وحطيت معلقة زيت من بتاع البصل ده اللي هو بيدي تيست عالي جدا جدا للكشري يا جماعة. ديت الدقة برضو عملت لها تومية كده، ما بتخليهاش تحمر، يا دوبك بس تتقلب كده في الزيت شوية. ونزلت بمعلقه كوبايه خل وكوبايتين ميه، وبهرتها بالبهارات بتاعتي. وهنا الحمص برضو اديت له معلقه زيت، والرز اديت له معلقه زيت من بتاعه البصل، والمكرونه برضو اديتها معلقه زيت من بتاع البصل. وهنا بقى ايه، بنغرف زي ما انتم شايفين بقى في الاطباق الاستانلس اللي هي العائلي بتاعه المطاعم. انا كنت هنا بغرف طبق لحماتي الاول، ونزلته لها، وبعدين احنا هنا ايه، غرفنا بقى كده وقعدنا بناكل. وولادي طبعا بيحبوا ياكلوا في الاكياس. ما تنسوش تحطوا لايك في الفيديو.